في سنه 77، هم. اللي هي احداث 18 و19 يناير. هم. وبعدها الله يرحمه الرئيس السادات قال لك خلاص مش هقدر اعمل حاجه. فالموضوع ده بقى له 40 سنه. اللي دفع الحكومه بقى ان هي تجري آه، ناحيه المرض ده عشان تستأصله تماما، هم. ان الاقتصاد العالمي ابتدى يتغير ولازم نحس بده. كان في مفاهيم احنا اتعلمناها. اشتري السلعه ديت ايهما اقل، انتج السلعه ديت ولا اشتريها. هم. والله لو انا هنتج السلعه دي ب10 وهشتريها ب9، اوفر الواحد دوت للمنتج اللي انا بتميز فيه. هم. زي ما كنا زمان بنستورد القطن قصير التيله عشان نزرع كل الارض طويل التيله وناخد احنا ايه نستفاد بالفرق. هم. لا لا، ده الموقف دلوقتي اتغير خالص. الموضوع دلوقتي اصبح موضوع امن قومي. هم. فورا كل السلع الاستراتيجيه لازم تصنع في مصر، سواء غذاء او دواء. هم. وده اللي خلانا نجري بسرعه. عجز الموازنه ما كانش فيه حل. هم. ما كانش فيه حل. لازم نروح ونواجه. عندنا مرض ولازم نواجهه. يعني ايه البديل؟ البلد، انت عارف ال5 سنين اللي فاتوا دول، يعني احنا ماشيين مفيش انتاج، هم. مفيش اي حاجه. ودوله 90 مليون، ودي جمهوريه مصر العربيه مش اي دوله. هم. تمام. فكان من يعني حضرتك الطبيعي. حضرتك شايف ان القرارات الاقتصادية اللي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة والقوانين اللي تم الموافقة عليها من البرلمان في الفترة الأخيرة والتي يمكن أثارت جموع الشعب ويمكن على أثرها تم رفع ارتفاع أسعار سلع غذائية كتيرة جدا، وانخفاض مثلا قيمة الجنيه أمام العملة الصعبة، هل ترى ان هذه القرارات كانت في وقتها وانها كانت لازم لا لا، اتأخرت يعني كتير. يعني طب ليه مش اتأخرت كتير. امتى هنشوف اثر هذه القرارات الايجابيه؟ يعني احنا شايفين القرارات لحد حال المواطن البسيط، لا ننكر ان السلع غلت، ان المعيشه بقت صعبه عليه جدا. امتى هيحس بان هذه القرارات كانت صائبه بالفعل؟ والله هو اما نتخلص من المرض هو عجز الموازنه. عشان حضرتك يعني انا عاوز ابسط الموضوع خالص. وهنتخلص من عجز الموازنه ازاي؟ ما هنتخلص بالاصلاح الاقتصادي بقى. ان انا آه، اه. اوجد، يعني نفهم يعني ايه الاول الموازنه العامه للدوله. نفهمها بالمفهوم البسيط. تمام. الموازنه العامه للدوله عباره يعني 80% منها هم. تحصيل ضرائب، تمام. وال20 المية اللي باقيين عباره عن ايه؟ عن قناه السويس، اه. البنك المركزي، شركات قطاع الاعمال لو في ناتج منها، والايرادات اللي هي بيسموها الايه الايراد المباشر. هم. طيب مين اللي بيدفع الضرايب؟ انت معايا حضرتك؟ اللي هم الملاك المستثمرين. تمام. فانا ما عنديش حل. هم. طب انا النهارده آه وصلنا لمرحله ان الكم الهائل في التضخم. انا ما عنديش، ما فيش زياده سكانيه. احنا وصلنا دلوقتي ل 92 مليون. تضخم في العمله ولا تضخم يعني؟ النهارده اه. ال 92 مليون دول احنا مستغلين قد ايه في مساحه مصر؟ احنا بنشغل 7% في مساحه مصر. تمام. هو في حاجات تراكمات طبعا ماضي كبير جدا. ما كانش حد يجرؤ ياخد القرارات ديت عشان تبقى حضرتك عارفه قبل كده.